حدوتة النهاردة عن ازاي التعاون بين الناس بيبقى حلو، وما ينفعش حد يقلل من حد مهما كان شكله. كان في ولد غني جدا ومامته كمان كانت غنية جدا، كانت كل يوم بتديله فلوس كتير قوي عشان يقعد يصرفها مع اصحابه، والناس كلها تبقى واخدة بالها منه. وفعلا كانت كل الناس حواليه بتاخد بالها منه. بس كان معاهم في المدرسة بنت غلبانة خالص، مامتها كانت بتديلها أي حاجة معاها عشان تاخد بالها منها. والبنت يا عيني كانت على طول عايشة لوحدها، وكانت محدش بيحبها خالص. الراجل الشرير شاف الست الغنية راح خطفها، والبنت الغلبانة شافت الموضوع ده راحت تجري عشان تلحق الست الغنية. الراجل لما حبس الست الغنية ولقى البنت الغلبانة بتحاول تنقذها، راح واخدها هي كمان ومخدرها وحطها معاه في العربية وخطفهم هما الاتنين. يا ريت تتابعوا الفيديو ده وتدوسوا اعجاب وتشتركوا في القناة عشان نقدر نعمل فيديوهات تانية بالشكل ده واحلى كمان. المهم، الراجل راح خاطف الاتنين وراح بيهم على المقر بتاعه. الولد بعد ما خلص اليوم المدرسة بيدور على مامته مش لاقيها. قعد لغاية بالليل هو مش لاقي مامته، والست الغلبانة مش لاقية بنتها. قعد راح متصل بيحاول يتصل بمامته ما بتردش على التليفون. تاني يوم الصبح راح لقى واحد بيأجر المركب بتاعه، راح مديله كل الفلوس اللي معاه وقال له هات المركب، انا هدور على مامتي في اي حتة هدور عليها. عمال يدور على مامته في كل حتة ومش لاقي مامته، ويتصل بيها مش عارف يلاقيها. اتصل بيها في الشغل بيقول لهم هي مامتي جت عندكم في الشغل؟ قالت له لا، هي لسه ما جاتش البيت. هي ده طيب خلاص احنا هندور لك عليها. في نفس الوقت كانت الست الغلبانة بتحاول تسأل اي حد على بنتها. طبعا ما حدش راضي يساعدها عشان هي غلبانة، بس هي مش عارفة تعمل ايه. قاعدين هما الاتنين، دي بتدور على بنتها وده بيدور على مامته. خبطوا في بعض وحكوا القصة لبعض، قالوا ايه ده ممكن يبقى نفس الراجل خطفهم هما الاتنين مع بعض. يلا بينا نحاول نلحقهم. في الوقت ده الراجل الشرير كان حابسهم في القفص ده زي ما انتوا شايفين، ويقول للست دي انت السبب في اللي انا فيه. انا كنت بتحايل عليك ان انت تخليني في الشغل، انت اديتيني فلوس وطردتيني من الشغل. اول ما رحت البيت بتاعي لقيت البيت بتاعي اتحرق، فقررت ان انا هبني المعمل ده وهخطفك عشان انتقم منك. الولد كان بيتصل بالشركة بتاعت مامته. الناس اللي معاها في الشغل قالوا احنا عرفنا ازاي نوصل لمامتك، انت مامتك في العنوان ده، يلا روح لها لو انت عايز. راح الولد قال لها تعالي معايا يلا هنجري ندور عليهم. ايه ده الجاكيت ده بتاع مامتي، يبقى اكيد هم في العنوان ده صح. ايه ده في حارس على الباب، نعمل ايه طيب؟ طب خدي الفلوس دي ارميها على الارض واشغلي الحارس وانا هعرف هتخش من وراه. قعدت ترمي الفلوس على الارض تقول له خد فلوس كتير فلوس كتير. راح الحارس راح عشان ياخد الفلوس الكتير دي. في نفس الوقت الولد عرف يهرب من وراه ويخش المقر بتاع الراجل الشرير. مامة الولد قالت له تعالى بسرعة الحقني الحقني يا ابني. قال لها خلي بالك وراك الراجل الشرير. راح الراجل ضربه. الولد اول ما شاف الموقف ده راح ضرب الراجل الشرير هو كمان. والست مامة البنت قالت انا يا حبيبتي مش عارفه افتح لك الباب ازاي. قعدوا يحاولوا يفتحوا الباب. في نفس الوقت الراجل الشرير راح اخد دواء قوي خلاه اقوى بكتير. وبقوا الاتنين خايفين وهيتضربوا. حاول يرمي عليهم كرات نار بس ما عرفش يضربها عليهم. في نفس الوقت ده الولد لقى ازازة دواء يقدر يرميها على الراجل الشرير يخليه صغير. اول ما خلى الراجل الشرير صغير حطه في علبة وانقذ مامته، وبكده خلصت الحدوتة النهاية سعيدة. يا ريت تتابعوا الفيديو ده وتدوسوا اعجاب عشان يظهر عند ناس اكتر، وتشتركوا في القناة عشان نعرف نعمل فيديوهات احسن. شكرا ليكم، مع السلامة.